السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل لكم البريل اللي هو صابون المواعين. احنا المرة اللي فاتت الفيديو بتاعنا الاخير كنا عاملين معاكم البرسيل الجل. النهاردة هنعمل معاكم البريل زي ما انتم شايفين كده. انا عملت كمية حوالي 16 لتر، 16 كيلو بريل بحاجات بسيطة جدا ومش تكلف معاكم كتير. وادي انتوا شايفين الرغوة بتاعته عاملة ازاي، شايفين البريل بتاعنا. وكمان انا عملته، بعد ما عملته وركنته بيزيد معانا جدا، وكل ما بيزيد معانا احنا بنزوده. بس هو في حاجة معينة هنا عشان الرغوة بتاعتنا بتروح مننا. طبعا احنا في مواد معينة بيضيفوها في الصبانات، فدي مش متوفرة ان احنا نجيبها. فهنعمل ايه؟ اللي ما بيقضيش على الرغوة دي المية المفلترة او المكترة. احنا ناخد ميه مكتره. دي انتوا شايفين الرغوه بعد ما انا ما فضيت الطبق، بعد ما عملت الوصفه بتاعتي بوريكم الرغوه مكان الطبق ما كنت عامله فيه. شايفين الرغوه عامله ازاي، وباضافات بسيطه جدا وادتني النتيجه دي. بس في حاجه، ميه الحنفيه اللي هي فيها بوتاسيوم وصوديوم، المواد دي بتقضي على الرغوه بتاعتنا. اول حاجه عملناها جبنا صابونتين، بس شرط اي نوع صابون، بس شرط انه يكون بالليمون. تقول بتاع الصبانه كده عايز لو في سان لايت ماشي مش مشكله، بس بالليمون برضو، اي صابون بالليمون. وهنبشرهم زي ما انتوا شايفين كده. عايزين تجربوا بصابونه واحده جربوا. هو انا عامله الكميه دي لصابونتين. الميه طبعا احنا مش بنغليها، احنا بندفيها بس، بنخليها سخنه، ولا هي بارده ولا هي مغليه. وبننزل على الصابون زي وصفه البرسيل الجل برضو زي ما وريته لكم. عملنا نفس الوصفة في البداية، بس التانية كانت مية مغلية. وهنفضل نضرب زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يختفي معانا الصابون ويدوب نهائي. هنفضل نقلب زي ما انتوا شايفين. شايفين الرغوة بتاعتنا بقت عاملة ازاي كل ما بنقلب. طبعا دي اول خطوة احنا اخدناها. جبنا صابونتين، الصابونة حوالي ب6 جنيه. انتوا بقى عايزين تجيبوا تعملوا في صابونة واحدة، جربوا صابونة واحدة كفاية. وشايفين اللون بتاعه. طبعا اللون معانا في الاخر مش هيدي الدرجة بتاعت البريل اللي هي لا اصفر ولا اخضر. هقول لكم هنعمل ايه برضو، في اضافة هنضيفها هتدينا لون البريل. فدي انتوا احنا طبعا لقينا كده الصابون بتاعنا كله داب معانا، وسبتها حوالي ساعة الا ربع ساعة. زي ما يعني شوفوا اللي وراكم وارجعوا لها تاني، هتلاقوها زي ما انتوا شايفين كده كريم شانتيه. يعني هي قلبت معانا حلو زي ما انتوا شايفين الصابون عمل معانا ازاي. هنضيف ايه عشان الرغوة بتاعتنا؟ هنضيف معلقتين سكر، لكل صابونة معلقة سكر واحدة. والإضافة التانية هتكون معلقتين كربونات الصوديوم، معلقتين بس لكل صابونة معلقة. انا حاطة معلقتين سكر ومعلقتين كربوناتو، علشان طبعا انا عاملة صابونتين. فانتوا جربوا في صابونة واحدة الاول بالاضافات بتاعتكم عشان تبقى سهلة واول مرة تجربوها. لو عجبتكم الوصفة هتكرروها. ده معانا لتر بريل صابون المواعين اللي احنا بنجيبه، بس يكون نوع صابون كويس. تشتري كيلو بريل كده من عند بتاع الصبانة وتقولي له انا عايزة نوع كويس. هتفضيه كده على الخلطة بتاعتنا وهنقلب كله مع بعضه بالمضرب كده. طبعا احنا كده الوصفة بتاعتنا هتزيد معانا جامد. فرحنا قلبناها في الكربونات لما ضفتها وقلبت، والبريل الخليط بتاعي نفش معايا. فطبعا انا جبت طبق الاستانلس اللي هو بتاع العجين، زي ما انتم شايفين طبق كبير جدا انا بعجن فيه. وبدأت اضيف المية لتر واحد الاول، احنا بنضيفها لتر لتر. انا ضفت طبعا جبت العلبة اللي قدامكم الخضرة دي 6 لتر. فطبعا اخدت اللهم صل على سيدنا محمد، اخدت منها لتر واحد. وفضلت اقلب بالمضرب. لو في هاند بلندر ما عندكم اضربوا بيه، في مضرب كهرباء هيساعدكم اكتر ومش هيخلي الخليط بتاعنا
يكلكع معانا بعدين، لانه في وصفات بتيجي ان لما بتضربيهاش كويس بتيجي بعد كده بيزيد معاكي، فبتلاقيه عمل قطعة معاكي كده، ما بقاش سايل زي ما احنا بنشتريه كده وبنشتريه من بره. زي ما انتم شايفين كده انا ضفت اللتر التاني، وهبتدي بقى معاكم ان انا ازوده حبه حبه، اضرب كل ما ازود لتر واضرب شويه. طبعا انا كده ضفت العلبه اللي هي 6 لتر، هنحاول ان احنا نضيف 6 لتر تانيين، احنا كده 6. العلبه التانية اللي هضيفها دي 6 لتر تانيين. شايفين معايا كده انا خلصت ال6 الاولانيين ودول ال6 التانيين، يبقى كده هتوصل معانا كده ل12 لتر. انتوا شايفين انا بزود، وشايفين الرغوه عامله ازاي برضو. الرغوه بتاعتنا كل ما بنضيف الميه كل ما الرغوه ما بتزيد. ليه؟ عشان الميه اللي انا حطاها ميه من الفلتر، ميه مكتره. يعني هي انتوا يا تغلوا الميه وتركنوها، يا اما تحطوها في حاجه زي مثلا في جيركن كولمان، تركنوها مثلا يوم واتنين وتاخدوا الميه بتاعتها على حسب ما انتوا عايزين. كده انا ضفت ال12 لتر كلهم، 6 الاول و6 التانيين، دول 3 لتر عشان يبقى معايا 15 لتر كده. بس بعدين انتوا لما هتعملوا الوصفة بتاعتنا هتلاقوها هتعدي من 20 كيلو كمان. والله يا جماعة بجد بتزيد معايا وبزودها، بقى انا بزودها دايما، وهقول لكم انا بعمل فيها ايه عشان برضو ما اقضيش على الرغوة بتاعتي. لما بتزيد معايا بحاول ان انا احطها في الجيركن بتاعي كده. هقول لكم بعد ما اخلص. هنحضر معانا زي ما انتوا شايفين حوالي 3 معالق نشا، ودي عشان اللون معلقة كركم. معلقة الكركم دي حاطينها عشان ايه؟ عشان اللون. معلقة 2 على حسب الكمية. ال3 معالق نشا لو هتعملوا صابونة واحدة يبقى معلقتين نشا، لو هتعملوا الصابونتين يبقى حط 3. وطبعا هنحط معلقة كركم واحدة لو صابونة واحدة، وهنحط عليهم نص كوباية مية، وهنقلب لحد ما يدوبوا معانا خالص. يعني هيدوبوا معانا الخليط ده عشان ايه؟ عشان اللون وعشان السمك بتاعنا يزيد. طبعا انت بعد ما بتضيفي الاضافات اللي احنا ضفناها والميه بتاعتنا نخلص المقدار بتاعنا كله، بنلاقيه بنحس ان هو خفيف معنا شويه، وفي رغوه وكل حاجه زي ما انتم شايفين، بس تحسوا برضو ان هو مش بريل قوي، يعني السمك بتاعه خفيف، مع ان احنا بنركنه وبيزيد معانا بعدين. بس احنا ضفنا النشا هنا عشان تزود معانا الخلطه شويه، وهنقلب كويس. هتشوفوا بقى اللون بعد ما نضربه كله بالمضرب. شايفين الطبق معايا؟ الطبق ده كبير جدا، شايفين الرغوة ما شاء الله عليها. وفي نفس الوقت اللون بتاعنا هوريهولكم دلوقتي. شوفوا انا مش عارفه اوريكم اللون بصراحه من الرغوه اللي قدامكم، بس شايفين اللون بيظهر ازاي؟ انا بحاول ان انا اجيبهولكم علشان تشوفوه. طبعا اللون ده اللي انتوا شايفينه خفيف برضو، ما تقلقوش. انا مليت بيه الجيركن البريل اللي احنا بنشتريه ال10 كيلو، وكمان جيركن تاني اكتر من النص كمان، وزاد معايا وزودته بصراحه والله جدا. شايفين اللون؟ اللون زي انتوا ما شايفينه كده قدامكم، قلب معانا بريل اصفر اهو، ورغوه كمان زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. شايفين الرغوه بتاعتي؟ ده اسمه زيت ليمون. زيت ليمون ده بنجيبه من عند العطار، تشتري ب5 جنيه ب10 جنيه. انا حطيت حوالي معلقه، ريحته فواحه جدا وتخلي ريحه البريل جميله جدا، احسن من اللي نشتري من بره كمان بكتير. وهنقلب كويس. وفي طبعا خطوه تانية، لما البريل بتاعنا هيتخن معانا احنا بنفضيه في جرادل او جراكن، ما بنكملهاش للاخر، بنسيب مسافه لاننا هنزوده تاني. فلما هنزوده هنعمل ايه؟ هنجيب كيس صغير اوكسي او اريال حبه كده في الشوب او في المج، وبنزودها ميه مكتره او ميه مركونه او ميه مفلتره. بنزوده لحد ما يدوب معانا، وبنقلبه جامد، ما نضيفوش الا لما يدوب تماما معانا. وطبعا احنا بنضرب كويس. يلا يا حبايبي، لو الفيديو عجبكم اعملوا لي اشتراك واعملوا لي لايك عشان يوصلكم كل جديد، واكون عند حسن ظنكم. وعملت لكم الوصفه اللي فاتت البرسيل الجل، وقبلها صابون المواعين، وان شاء الله هعمل لكم الشاور جل قريب جدا وهنشره لكم، وصابونه بريحه باذن الله. وادي انتوا شايفين النتائج كويس، نتائج مبهره، وان شاء الله زي كل مره اكون عند حسن ظنكم. واسيبكم في رعايه الله وامنه.